أطيب وألذ معكرونة بالبشاميل على طريقتي. يسعد مساكم حبايب. اليوم جبت لكم وصفة المعكرونة بالبشاميل على الطريقة الأصلية طبعا ولا ألذ. يلا نسويها سوية. هنا أنا عندي بصل قطعتين ثرمتهم ثرم ناعم، وراح أحمسهم إلى أن يذبل عندي شوية البصل. أضيف اللحم، هنا استعملت نص كيلو لحم مفروم وراح أحمسه ويا البصل. من يستوي اللحم عندي نص استوى أبدي أضيف البهارات. هنا ضفت 7 بهارات والكاري والفلفل الأسود والكركم وراح أحمسهم لحد ما يستوي عندي اللحم. وهنا الحشوة مالتنا صارت جاهزة. يلا نسوي صوص البشاميل. هنا جدر خليت 3 ملاعق سمن تقريبا وخليت كوب طحين وراح أحمسه ويا السمن. هنا راح أبدي أضيف الحليب. هنا راح أضيف 5 أكواب حليب، هذا الثاني وهذا الثالث الرابع والخامس، وراح أخلطهم إلى أن يذوب عندي الطحين كليا. وراها أضيف علبة قشطة واحدة وأخلطه إلى أن يصير عندي شوية بيثخن. بعدين أضيف الملح والفلفل الأسود. وهنا الصوص مالتنا صار جاهز. هنا راح أبدي أسلق المعكرونة. خليت جدر مي حار، خليت له ملح وملعقة زيت زيتون وأبدي أضيف المعكرونة. هنا استوت عندي المعكرونة وراح أبدي أسويها بالبايركس. هنا أول شي ضفت المعكرونة، بعدين خليت الصوص مالتنا صوص البشاميل. طبعا أنا أحبها تكون غرقانة بالصوص فلذلك شوية غرقتها بالصوص، وبعدين أبدي أضيف الحشوة. ورا ما ضفت الحشوة أبدي أضيف جبن الموزاريلا، وبعدين أرجع أضيف الكمية الباقية من المعكرونة. وراها أرجع أضيف صوص البشاميل. طبعا آخر شي أخلي جبن الموزاريلا كطبقة أخيرة، وأني مشغلة الفرن من جوا فقط على درجة حرارة 180، وراح أدخل البايركس مالتنا مال المعكرونة للفرن. طبعا هنا المعكرونة مالتي صارت جاهزة، بس شوفوا لي اياها شلون كريسبي من فوق ولذيذة وغرقانة بالصوص من جوا. كتبوا لنا بالتعليقات انتو شلون طريقتكم انو تسوون المعكرونة بالبشاميل، واذا عجبتكم طريقتي كتبوا لي بالتعليقات، وبالعافية للي راح يجربها.